السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي آية ودي قناتي. يا ريت تفعلوا زر الجرس وتشتركوا عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة هنعمل اكلة سهلة خالص وبسيطة وجميلة، مش هتوقفكم في المطبخ كتير. هنعمل حواوشي، بس حواوشي سجق مش لحمة مفرومة. اول حاجة كده هنصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هجيب بصلة كده كبيرة او بصلتين وسط، وهفرم معاهم فلفل رومي في الكبة، هنعمهم خالص. تاني حاجة هجيب السجق، انا ملقتش بصراحة سجق مفروم كده برا الهنك، فجبت اللي هو اللي في المعبأ في الهنك ده، وفتحته وطلعت يعني ايه اللحم من جوه. هعمل الكمية اللي معايا على حسب انت هتجيبي كمية ايه بقى. نص كيلو، النص بيعمل يعني شوية سندوتشات حلوين. لو انتوا 3 افراد مثلا بيعمل زي مثلا 7 سندوتشات 8 سندوتشات، فبيبقى حلو جدا في العيش البلدي الكبير مش الصغير قوي. هخلص كده الكمية هفضيها كلها. وطبعا السجق ما بيحتاجش توابل، لان هو اساسا مبهر جاهز في نفسه. اهم حاجه تجيبي السجق من جزار كويس مضمون عشان تاكلي حاجه محترمه. لو جبتي حاجه مثلا مش حلوه او حد ما بيعرفش يظبطه هتبوظ لك الاكل، فتجيبي من جزار مضمون. مش هحط غير ملح، حاجه بسيطه خالص، ورشة فلفل اسود برضو بسيط خالص عشان ما يبقاش حامي على المعدة، لان زي ما قلنا السجق فيه توابل. وهحط زي 3 معالق زيت، 3 معالق من الزيت كده. وهعجن بقى كل الكلام الجميل ده كده مع بعضه لحد ما يتجانسوا مع بعض كده وتبقى عجينة لون واحد. كده خلاص عجنتها. هجيب بقى ايه؟ العيش. اي بقى عيش انتي عايزة تحطيه فيه. انا طبعا ساعات بعمله في العيش الابيض اللي هو زي الكوماج ده، وبعمله عادي في البلدي. هحط كده افردها تبقى يعني حلوه، سمكها حلو، ولا رفيعه قوي ولا تخينه قوي عشان ممكن ما تستويش منك لو تخنتيه قوي، ولو رفعتيه هينشف منك، فخليه وسط. هخلص كده كميه السجق اللي عندي في العيش. جربوه يا جماعه والله هيعجبكم قوي. هتحسوا بقى ان الحواوشي بس بتاع المحلات بالسجق، بصراحه طعمه خطير جدا. وما وقفتش يعني زي نص ساعة في المطبخ كده، هي نص ساعة وخلصت. كده بقى اخلص كل الكمية اللي معايا. كان المفروض اعمل الخطوة دي وانا بقفل سندوتش سندوتش، بس بصراحة خلصت كل الحشو بتاع السجق خالص. وبعد كده عملت الخطوة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. ادت طعم حكاية للسندوتشات بصراحة. كانت تركة جامدة جدا. انا اول مرة على فكرة اعمل التركة دي. ايه هي بقى التركة؟ هجيب جبنة موتزاريلا او ممكن تجيب جبنة شيدر، اي جبنة بتسيح يعني عموما. وحطيتها فوق الوش. عملت طبعا كمية شوية بجبنة موتزاريلا وشوية لا، عشان في يعني لو في افراد مش حابة تاكل الجبنة الموتزاريلا. كده اخر بقى سندوتش معايا. هبدأ بقى احط الجبنة الموتزاريلا زي ما بقول لكم. طبعا هتسيح بقى اول ما تيجي تحطي السندوتش، بتدي طعم جميل جدا جدا ومطة كده خرافية جميلة قوي. استخدمي اي جبنة موتزاريلا انتي بتحبيها بقى. انا بس بصراحة بستخدم الحمد وموتزاريلا فريش، الاتنين احسن حاجة بالنسبة لي.
وزي ما قلت لكم بقى ممكن تحطوا اي نوع جبنه، يعني مش شرط موتزاريلا بس، ممكن شيدر، ممكن رومي، بس رومي بتبقى فيها يعني ايه ملح شويه. هخلص بقى الكميه اللي عاملاها بالموتزاريلا، وهسيب كذا رغيف كده اعمله ساده من غير جبن خالص. هجيب بقى مقلاية كده، لو عندك صينية كبيرة ممكن تحطي رغيفين جنب بعض. انا عشان الرغيف كبير شوية هو على قد المقلاية بصراحة، فعملت رغيف رغيف. فضلت ان انا اعمله فوق البوتاجاز، ليه؟ حسيت انه بقى طري وجميل. بحط بس معلقة زيت واقعد اقلب في الرغيف. الزيت لقيتيه نشف حطي تاني عشان الرغيف ما يتحرقش منك. لازم زيت، لازم مادة دهنية، زيت بقى، سمنة، اللي انت عايزاه. انا اكتفيت بالزيت. خلصت كده الكمية، هحطهم بقى في سيرفيس كده، او تحطيهم في الصينية اللي انت عايزاه. انا حطيتهم في سيرفيس عندي كده بيضاوي، وهزوق بقى الكلام الحلو ده كده. ودوقوا بقى احلى طعم حواوشي سجق، طعمه رهيب. حتى لو انت عاملاه للعشاء جميل، عاملاه للغدا تحفة روعة. حطيت كده ترانشات طماطم وترانشات فلفل اخضر رومي. شايفين بقى الحلاوة والجمال بقى، يجنن بصراحة. جربوه ومش هتندموا. ما تنسوش بقى الاشتراك وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.